تخيل كده معايا تلاقي نفسك جوه مكتبة قديمة والجو هادي بشكل مريب وريحة الورق العتيق مالية المكان، وانت بتدور وسط الكتب تقع عينك على كتاب غريب لونه اسود. فضولك يحركك وتمد ايدك عليه علشان تمسكه، وفجأة تحس بصوت غريب بيهمس ليك ما تفتحوش. بتحس انك بتتخيل وما تصدقش اللي انت سمعته، وبرضه فضولك بيغلبك وبتفتحه. ومن اللحظة دي حياتك ما بترجعش زي الأول. التاريخ مليان كتب ومخطوطات عليها خلافات كتير، هل فعلا مليانة لعنات ونقوش سحرية؟ ولا دي مجرد أوراق وشوية خرافات؟ في الحلقة دي هناخدك ونروح رحلة بين الكتب والسطور وبين الأساطير المختلفة. مخطوطة فوينيش اتشهر عن المخطوطة دي إنها مكتوبة بلغة مش مفهومة ومفيش عالم قدر يترجم كلمة منها، والغريب إنها مليانة رسومات لنباتات مش موجودة بالطبيعة أصلا، وستات بيعملوا طقوس في مية مجهولة، واتسمت باسم تاجر الكتب اللي اشتراها سنة 1912. والمخطوطة عمرها الفعلي يعدي ال 500 سنة، لكن محدش عارف مين كتبها وليه. وفترة من الفترات باحث اسمه ويليام نيوبولد قال إن هو بدأ يفسرها ويفهم اللي مكتوب فيه، لكن المفاجأة هنا إنه مات فجأة قبل ما يكمل البحث ده. وفي حقبة تانية حاول بعض العلماء إن هم يشتغلوا عليه، لكن مع الوقت بدأ يظهر عليهم حاجات غريبة بعد ما بدأوا يشتغلوا عليها بفترة من الوقت. وفي الآخر النهاية المتوقعة للإصابات دي كلها إن هم ماتوا، ولحد وقتنا هذا مفيش تفسير واضح للي حصل. في ناس فعلا شايفة إن المخطوطة دي مجرد ورق قديم وخرافي شايل بعض الأمراض بحكم مروره بالزمن ومروره من مكان لمكان، وبسبب التلامس المباشر العلماء دول اتعادوا وماتوا. وبيني وبينك بقى الرأي ده الرأي اللي أنا برجحه، جريمور أونوريوس، وده بيتقال عليه إنه أخطر كتاب سحر أسود موجود في التاريخ، وكل صفحة فيه فيها طلاسم لاستدعاء أرواح من العالم السفلي، واللي بيقراها بصوت عالي بيتقال إن هو بيفتح بوابة تانية لعالم الجن. في القرن ال17 بيتقال إن في باحث فرنسي لقى نسخة منه في كنيسة معروفة، وفي ليلة غريبة مليانة عواصف وبرق ورعد بدأ إنه يقراها، وفجأة الجيران بدأت تسمع صوت سويته بشكل بشع خارج من الشقة بتاعته. ولما الشرطة قررت تكسر الباب ما لقوش غير أثر رماده على الأرض كأنه اختفى. وزي أي قصة بتتحكي لينا مفيش أي شهود حقيقيين بتثبت لنا إن ده حصل، وكل الحكايات دي لو قررت تفكر فيها بعقلك عمرك ما هتصدقها. كتاب الشيطان، واتسمى كده لأنه أكبر كتاب في العصور الوسطى، وحجمه بيوصل ل 75 كيلو، وده ما يقارب لحجم إنسان وبني آدم طبيعي. وهم بيقولوا إن الكتاب ده مكتوب بالكامل في ليلة واحدة، والراهب اللي قرر يكتب الكتاب دوت كان في وضع صعب جدا وكان محكوم عليه بالإعدام، وطلب فرصة أخيرة بس يكتب كل اللي شافه في حياته في كتاب واحد. وطبعا لما لقى ضيق الوقت عنده ولما عرف إنه مش هيقدر يخلص الكتاب عمل تعويذة وباع روحه فيها للشيطان علشان الشيطان يساعده يكتب ويخلص الكتاب كله. ومن هنا ظهر لقب كتاب الشيطان. اتقال إن في طلاسم سحرية ونوع من الأدعية الشيطانية الغريبة جدا، وفي وسط الكتاب في صورة لشيطان ضخم مبتسم بخبث شديد، والحراس اللي شافوا الكتاب بيجزموا إن عينين الصورة دي بتتحرك بشكل مريب. لما تفكر في الموضوع هتلاقيه من ضرب الخيال زيادة عن اللازم وقصص مبالغ فيها، ومحدش برضه قدر يوصل للكتاب ده رغم اللي بيتكلموا عنه كتير جدا. دراجون روج، ومعنى اسمه التنين الأحمر، وفي بعض الأساطير الأوروبية التنين الأحمر دوت رمز للشيطان والدم، واتحكى عن الكتاب ده إنه بيظهر ويختفي فجأة، والكتاب ده بيتنقل من مكان لمكان ومن مكتبة للتانية من غير ما حد يلمسه ولا يقرب منه. وبيتقال برضه إنه مليان طلاسم لتحضير أنواع الجن الخدمية اللي بتخدم البشر، واللي بيحضرها دايماً الدجالين علشان تساعدهم في اللي هم عايزينه. وده الحقيقة في روايات كتير جداً عنه، بس كل الروايات دي في كتب مغمورة ومفيش اللي يأكدها، وبرضه هي أقرب للخرافة والأساطير. سجلات الجن، وده ذكرنا كل حاجة عنه قبل كده بالتفصيل في حلقة قبل كده، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت لو حابب تروح تتفرج عليه بعد الحلقة دي. واللي اتقال عن الكتاب ده إنه من أشهر وأخطر كتب السحر القديمة، وزي ما قلت لك لو حابب تشوف وتعرف عنه أكتر مستنيك تروح تتفرج على الحلقة. في كتب تانية اتكتبت بس ما ينفعش تتحكي، وفي كتب اتكتبت علشان تفتح أبواب وتقفل أبواب تانية، والكتب دي
هتعرف عنها بشكل أكتر وبالتفصيل في الجزء التاني من الحلقة دي. السؤال هنا بقى، لو وقع في إيدك كتاب مليان طلاسم، هتتجرأ وتفتحه وتقرأ اللي جواه؟ وهل كل الكلام ده حقيقي أو حصل فعلا في فترة من الفترات، ولا كله من ضرب الخيال وخيال واسع واجتهادات؟ الله أعلى وأعلم. وفي النهاية ما تنساش تتابعنا وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وشير علشان تتابع الحلقات اللي جايه. ولو عندك قصة يا ريت تسيبها لنا في الكومنتات علشان نحكيها مع الحلقة الجاية. وبس كده يا لقاء، ودي كانت صفحة قفلناها من برنامجكم صفحة من كتاب التاريخ.